تعمل ايه في الديون علشان تقدر تسددها وتتخلص منها وتفوق للاستثمار؟ الاول حدد ديونك واكتبها ونظمها من الاصغر للاكبر. اول بقى ما تاخد مرتبك تعمل ايه؟ مش هقولك روح سدد بيه كل الديون، لا، اعمل ميزانيتك الاول وهتكون متقسمه ل3 نقط. اول حاجه التزاماتك الاساسيه، تاني حاجه تحدد مبلغ احتياطي كده للطوارئ، واخر حاجه تسديد الديون. للاسف مش هينفع يكون في اي رفاهيات وقت تسديد الديون، ونصيحتي ليك حاول تزود دخلك على قد ما تقدر. دور على شغل بارت تايم حتى لو مش عاجبك، او شوف حاجه تقدر تبيعها او خدمات تقدمها بمقابل. ولو ديونك من غير فوائد يبقى هتتخلص من ديونك الصغيره الاول، الموضوع هيكون اسهل وهيشيل عبء من عليك. اما لو عندك ديون بفوائد يبقى لازم ترتبهم على حسب فوائدهم وتخلص من الديون اللي بفايده عاليه في اسرع وقت علشان المبلغ ما يفضلش يزيد عليك. واوعى تستسهل وتسدد دينك بدين جديد، احنا عايزين نخلص ديوننا علشان ندخل على الاستثمارات بسرعه. قولي بقى في الكومنتس هتبدا في الخطه امتى، ولو حد عنده افكار تانية نجحت معاه يا ريت يكتبها علشان كلنا نستفيد.